بعد يوم مثخن بخرق الأمن في ذي قار، يتحول عزاء الدكتور عقيل الشامي إلى تظاهرة احتجاج. يتجمع طلبته وزملاؤه على حد سواء، يسيرون ضمن موكب احتجاجي من كليتهم إلى مجلس العزاء بتحد للقتلة مواسين ذوي فقيدهم، مطالبين بحماية التدريسيين وكفاءات العراق. وتثير عملية اغتيال الدكتور الشامي مخاوف من موجة استهدافات جديدة تحاول إرباك المشهد الأمني، ولا سيما أن الدكتور المغدور ليس لديه نشاط سياسي أو مشاكل اجتماعية عشائرية. لا نعرف من الفاعل، ولكن بالتأكيد نحن نعرف الهدف من الفعل. الجميع يتفق على أنه لا يعرف من الفاعل، ولكن الجميع يتفق على أن الهدف من الفعل كان واحد، وهو النيل من رجالات العراق، وهو القتل العراق، وهو قتل هيبة التعليم، وهو قتل رموز التعليم. ويحمل ذوي المغدور الأجهزة الأمنية مسؤولية هذه الاغتيالات نتيجة التراخي الأمني وانتشار السلاح المنفلت وغياب العمليات الاستباقية التي تطيح بالمجرمين. النقطة المهمة اللي نحتب بها إنه الشارع أشبه بالسائب، الدراجة بلا رقم، الستوتة بلا رقم، التكتك بلا رقم، الملثم يمشي بكيفه ما حد يحترضه. طبعا هذه نعتبرها نقاط ضعف على الجهات الأمنية في الحكومة المحلية. أما بالحادث اللي نشعر الآن بأنه الجهات الأمنية متعاونة وجادة، لكن لحد الآن ما حصلنا أي ثمرة من عملهم. الخروق لم تتوقف عند عملية اغتيال الدكتور الشامي، إذ شهدت الساعات 24 الماضية في ذي قار اغتيال معلم ومحاولة فاشلة لاستهداف ناشط احتجاجي في مدينة الإصلاح، كما استهدف منزل أحد المواطنين في الناصرية برمانة يدوية. ويؤشر كل ذلك إلى تصاعد عمليات العنف في المحافظة التي لا يراد لها أن تهدأ. من الناصرية أحمد السعيدي، UTV.